بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نعمل مع بعض يا جماعه النهارده كفته الرز. طبعا كنت انا عملت الفيديو ده قبل كده، انا وماما الله يرحمها يا رب ويغفر لها. كان اخر فيديو لماما، وكانت محضره الطلبات بتاعه الكفته، اللي هي المكونات نفسها اللي هتتفرم، اللي هي كانت محضره الرز المنقوع والبصل والثوم والخضره والتوابل. وكان العيد الكبير، وكانت بتقول في الفيديو في اول مقطع، هو اول مقطع في الفيديو ده بس هو اللي عملته كان بصوتها، وكانت بتقول ان احنا حضرنا كل الحاجات دي وهنروح بيها للجزار يحط لي عليها اللحمه ويفرمها لي ونرجع نطبخها سوا. تمام. وطبعا فضل المقطع ده عندي فتره طويله، هو مع بقية التحمير بتاع الكفتة. ورجعت بعد كده تقريبا بعد سنة لما اشتغلت، لاني كنت موقفة شغل على القناة تقريبا سنة. رجعت بعديها عملت الفيديو بتاع كملت الوصفة، قررت الفيديو تاني وجبت كفتة وكملت الوصفة النص التاني اللي هو بتاع الصلصة. تمام. اللهم ارحمها واغفر لها وسامحها وادخلها فسيح جناتك يا رب، هي وبابا وأمة المسلمين أجمعين. فدلوقتي برضو حبيت اعمل بقى معاكم الفيديو كده من اوله اهو. الكفتة طبعا احنا فرمنا كل الطلبات دي عند الجزار، وبيجي لي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، طريقة كده زي العجينة وجميلة وطبعا بتحطي طبق فيه شوية زيت، نقطتين زيت، وتعملي تشكليها صوابع وكور كده وتحمريها. تمام. بعد كده بتحمريها طبعا كويس قوي من كل ناحية، عشان خاطر انت هتحطيها كده كده في الصلصة، فهترجع بقى تطرى معاكي، فبتحمريها كويس. طبعا يا جماعة كلنا بنحب جدا ناكلها كده وهي محمرة قبل الصلصة دي. اكيد في كل بيت كده دايما بتحب بنطلع كده طبق متحمرة كده، كل اللي رايح واللي جاي تسالي ياكلها، بتبقى طالعة سخنة ومحمرة كده وجميلة. بوريكم انا كده القلب بتاعها من جوه اهو. طبعا انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا دخت جدا، انا في اسكندريه، انتوا عارفين مستجده بقالي سنتين بس كده في اسكندريه، ففي حاجات كتير مش عارفاها، فكنت عايزه اعملها ما عرفتش اعملها فين ابدا، لان هي بتتعمل من اللحمه الجملي، لان اللحمه الجملي ما بتفكش ابدا معاكي في الصلصه. ممكن تتعمل من اللحمه العاديه بس وارد جدا انها تفك، لكن من اللحمه الجملي طبعا ما بتفكش ابدا في الصلصه. ماشي معايا بقى، احنا كده هنعمل الصلصه. معايا حله سخنه على النار، فيها شوية زيت ومعلقة سمنة، وهننزل ببصلاية متوسطة متقطعة حتت صغيرة، كأننا بنطبخ أي طبخة عادي. ماشي. طبعا كلامي للبنات المبتدئة اللي لسه أول مرة تعمل الكفتة، أو لسه مش عارفة بتعمل ازاي، أو مثلا اللي لسه ما جربهاش. ماشي. بتنزلي بقى ببصلاية زي ما شفتي كده متقطعة متوسط، بتشوحيها كده، ومعاها فصين توم، فصين توم مدقوقين أو متقطعين صغير تنزلي بيهم. تمام. الحاجات اللي انا بقولها دي دي مقادير عن نص كيلو اهو. فصين توم مدوقين او متقطعين بتنزلي بيهم وتشوحيهم كده مع البصله. وطبعا انا هنا اتحمرت مني شويه اهي، بصي اتحمرت مني شويه، انا مش عايزه، ما كنتش عايزه احمرها قوي كده، بس هي عادي يعني، هي ما اتحمرتش قوي، اتحمرت شويه. بس انا طبعا عمر كان ملخمني في المطبخ وماسك كده في رجلي، وانا مشغوله بقى وبصور بايد وبقلب بايد، اتحمرت شويه. فانت يا دوب تشوحي كده البصل والثوم وتنزلي بالصلصه اللي هي الطماطم اللي هي عباره عن عن طماطمتين كبار. انا ضربت طماطمتين كبار في الخلاط ونزلت بيهم، وحطيت كيس صلصه اللي هو ال50 جرام الصغير ده، حطيته برضو قلبته كده في كوبايه ميه وحطيته عليها. بعد ما خدت غلوه الطماطم رحت نازله بكوبايه الصلصه دي اللي هو الكيس الصغير ده. طبعا انا ما احتجتش التاني ده، كنت محضره كيس تاني عشان لو عايزه تاني، لكن انا ما احتجتوش، هو بس كيس مع طماطمتين كبار مضروبين في الخلاط. دي على مقادير نص كيلو من الكفته، الكيس تقريبا كان كيلو وربع، انا اخدت نصه، يعني كان عامل نص كيلو وشويه، هنقول نص كيلو مثلا. تمام. يبقى بصلايه متوسطه، فصين توم، طماطمتين او 3، مع كيس صلصة 50 جرام أو معلقة صلصة، هو بيعادل معلقة صلصة كبيرة. ماشي. ده لو انت هتعمليها زي ميكس ما بين الصلصة والطماطم، هتعمليها بطماطم بس، يبقى 4 طماطمات كبار أو 5 مثلا صغيرين يعني أو وسط كده شوية. ماشي. هتعمليها بصلصة بس، معلقتين صلصة كبار مليانين، أو كيسين صلصة. تمام. من معلقتين ل3 يعني انت برضو بتشوفي القوام بإيدك كده.
ماشي. بعد كده بتعملي ايه؟ مكعب مرق الدجاج تدوبيه في كوبايه ميه مغليه وتنزلي بيه على الصلصه. لو عندك شوربه حطي لحمه او فراخ، ما عندكيش حطي مكعب مرق الدجاج في كوبايه ميه مغليه كده بديل الشوربه. وبتسيبيه بقى، بتنزلي بالكفته وتسيبيهم بقى يتسبكوا كده مع بعض زي ما انت شايفه، زي كأن اي طبيخ بتسيبيه يتسبك. وايه بتوصلي بقى للون اللي انت شايفاه، اللون الجميل ده. وطبعا احنا عايزين قوام متوسط. انت بصي بتقلبيها القوام كده بتاعها حلو، بس طبعا انا بشيك عليها كده بالمعلقه، اللي هو ايه بفتح يعني بقطعها كده بالمعلقه، لقيتها لسه ايه عايزه سيكه كده شويه. انا عايزاها تبقى ايه زي الزبده كده، مش عايزاها تبقى ناشفه من جوه. لازم طبعا تبقى ايه تستوي، اوعي تدفع عليها الا لما تستوي معاكي تبقى زي الزبده. ماشي. وطبعا ما تقلقيش ابدا، عمرها ما هتفك في الصلصه، لان زي ما قلت لك دي باللحمه الجملي فما بتفكش في الصلصه. ماشي. وهي معموله ما شاء الله جميله جدا. فزودت لها شويه ميه في الكتل عشان لقيتها لسه ما استوتش، سبتها ايه تكمل سوا شويه. يعني لو احتاجت حطي ميه، المهم ما تتقلش منك قوي وتسيبيها الصلصه تنشف منك. تمام. بص بتوصل للشكل الجميل ده، مستويه وزي الزبده في منتهى الجمال. واوعي تحطي توابل، لان هي بتبقى عليها كل التوابل من عند الجزار، ولا ملح ولا اي حاجه، الا لما تحطي الكفته وتدوقيها. دوقي، لو لقيتيها عايزه حطي شويه، لقيتيها مش عايزه خلاص تمام. طبعا انا بحب اعملها بالصلصه وبالطماطم، عشان انا بحب ايه اللون بتاع الصلصه الغامق كده والقوام بتاعه. وبحب ايه اخد روح الفريش كده من الطماطم الفريش. تمام. فبالاتنين طبعا بتبقى طعمها حلو جدا وتحفه جدا. بصوا اللون بتاعها والسمنه فارقه كده على الوش في منتهى الجمال. فانا بقى عشان خاطر ما لقيتش الكفته دي هنا عندنا هنا في اسكندريه، فاخويا جاله مشوار بالصدفه جدا للقاهره. راح فكلمت هناك الجماعه اهلي هناك، وخالتي تسلم ايديها راحت عملتها لي عند الجزار وبعتتها لي معايا. فعشان كده بقول لكم لو تعرفوا يعني هنا في اسكندريه حاجه جزار حاجه بيعمل الكفته الجملي دي، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم اضغطوا لايك واشتركوا في القناه. واستنونا في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا.